السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمود، عندي 17 سنة وعايش مع أهلي في بيت قديم شوية في منطقة هادية في القاهرة. حياتي كانت عادية جدا، يومي بيتقسم بين المدرسة والبيت وخروجات قليلة مع أصحابي. بس في حاجة حصلت مؤخرا قلبت حياتي رأسا على عقب. كل حاجة بدأت لما انتقلنا للبيت ده. البيت واسع، مكون من طابقين، في حوش صغير والغرف كتير، لكن في أوضة معينة كانت غريبة من أول ما دخلنا. بابها كان مقفول بالمفتاح، وأمي قالت إنها مش عايزة حد يدخلها لأنها مليانة كراكيب قديمة لأصحاب البيت اللي سابوه قبلنا. كلام عادي، يعني مين فينا ما عندوش أوضة للكراكيب؟ بس الحاجة اللي خلت الأوضة دي مختلفة: الأصوات. أنا مش متأكد إمتى بدأ الموضوع، بس بعد فترة من انتقالنا بدأت أسمع صوت صراخ جاي من الأوضة دي. في الأول كنت بتهيأ، أو على الأقل كنت بحاول أقنع نفسي بكده، بس مع الوقت الموضوع بقى واضح ومش ممكن يكون مجرد وهم. كنت بسمع صوت أنين، بعدها صراخ عالي كأن حد بيتعذب جوه. أقسم بالله الصراخ ده كان يخلي الدم يتجمد في عروقي. صوت حقيقي لدرجة إنك تحس إنك لو فتحت الباب هتلاقي حد جوه بيتعذب فعلا. في الأول ما كنتش بحكي لحد، كنت فاكر إن الموضوع في دماغي، لحد ما في يوم وأنا قاعد في الصالة بالليل سمعت الصوت تاني، بس المرة دي كان أوضح وأقوى. قلبي كان بيدق بسرعة، لكني قررت أخد خطوة وأتأكد. قمت بهدوء ومشيت ناحية الأوضة، حطيت ودني على الباب، والأول مرة سمعت حاجة تانية غير الصراخ. كان في صوت خطوات، خطوات تقيلة، كأن حد ماشي جوه الأوضة رغم إنها مقفولة ومحدش بيدخلها. رجعت خطوتين لورا، جسمي كله كان بيرتعش، حسيت بشيء مريب، كأن في عينين بتراقبني من ورا الباب. معرفتش أستحمل، جريت على أوضتي وقفلت الباب بالمفتاح، وفضلت طول الليل صاحي مستني أي صوت تاني، لكن كل حاجة بقت ساكتة فجأة. كأن اللي جوه عارف إني كنت واقف عند الباب وقرر يسكت. الليلة دي كانت البداية، والمفاجآت كانت لسه جاية. صحيت تاني يوم الصبح وأنا حاسس بثقل غريب على صدري، كأني كنت في كابوس طول الليل. لكن الحقيقة إن ده ما كنش مجرد حلم، كل اللي سمعته وحسيته كان حقيقي. فضلت ساكت طول اليوم، مش عارف أفكر في أي حاجة غير الأوضة المقفولة والصوت اللي سمعته. في الغداء قررت أخيرا أسأل أمي عن الأوضة. ماما، الأوضة اللي في آخر الطرقة ليه مقفولة؟ بصت لي وهي مكشرة وقالت بحزم: ما قلنا قبل كده يا محمود، الأوضة دي مليانة كراكيب، وأصحاب البيت القدام كانوا سايبين حاجات فيها وما ينفعش نفتحها. حاولت استفزها شوية، بس كانت مصممة تقفل الموضوع بسرعة. والدي كان قاعد ساكت، كأنه مش مهتم باللي بقوله، وده زود قلقي. ليه الاتنين مش عايزين يفتحوا الأوضة؟ ليه محدش بيحاول حتى يشوف ايه اللي بيحصل جوه؟ بالليل وأنا قاعد في أوضتي سمعت الصوت تاني، لكن المرة دي كان مختلف. الموضوع ما كانش مجرد صراخ، كان في حاجة تانية. كان في صوت همسات، حد بيتكلم جوه الأوضة بصوت واطي، كأنه بينادي على حد. قمت من السرير ببطء، مشيت ناحية الباب وأنا حاسس إن رجلي تقيلة، قلبي بيدق بسرعة، العرق بدأ ينزل على جبهتي. كنت مرعوب، بس كنت لازم أعرف. وصلت قدام الأوضة، الصوت كان واضح، كان صوت حد بيقول اسمي: محمود، افتح الباب. جسمي كله اتجمد، ده مش ممكن، مستحيل يكون في حد جوه. مديت ايدي على مقبض الباب، كنت هفتحه، لكن فجأة الباب خبط بقوة كأن حد ضربه من جوه. رجعت لورا بسرعة، وقبل ما استوعب اللي بيحصل سمعت صوت حاجة بتخربش على الخشب من جوه، صوت أظافر، كأن حد عايز يخرج. جريت على أوضتي وقفلت الباب بسرعة، قلبي كان هيقف من الخوف. فضلت قاعد على السرير حاضن رجليا، ودماغي مش قادرة تستوعب اللي بيحصل. مين اللي جوه؟ وليه بينادي على اسمي؟ الليلة دي كانت أسوأ ليلة عدت عليا، بس للأسف اللي كان مستنيني بعدها كان أسوأ بكتير. تاني يوم صحيت على صوت أمي وهي بتناديني: محمود، اصحى، انت نايم طول اليوم ولا ايه؟ فتحت عيني بالعافية، كنت حاسس بتعب مش طبيعي، كأني ما نمتش أصلا. عقلي لسه عالق في اللي حصل امبارح، في الصوت اللي نادى عليا، وفي الباب اللي خبط لوحده. نزلت الفطار وأنا ساكت، عقلي شغال بألف فكرة. هل أقول لأمي؟ بس أكيد مش هتصدقني، وممكن تضحك عليا وتقولي أوهام، زي ما كل الأهالي بيقولوا لما ولادهم يحسوا بحاجة غريبة. لكن وأنا باكل سمعت حاجة خلت المعلقة تقع من إيدي. أختي الصغيرة ليلى قالت وهي بتلعب بلعبتها: محمود،
هو مين اللي كان بينادي عليك امبارح بالليل؟ قلبي وقع في رجليا. إيه؟ سألتها وأنا حاسس إن الدم اتسحب من وشي. بصت لي بريئة وقالت: كنت صاحية بالليل وسمعت حد بيقول اسمك، كنت فاكرة حد بيناديك عشان تقوم. أمي بصت لنا وقالت بضيق: إيه الكلام ده؟ انتوا الاتنين كنتوا بتحلموا؟ مفيش حد نادى على حد. بس أنا وليلى عارفين، إحنا ما كناش بنحلم. الليل جه وأنا كنت واخد قراري، أنا لازم أعرف إيه اللي بيحصل في الأوضة دي. جبت كشاف وانتظرت لما البيت كله نام. كل حاجة كانت ساكتة إلا الأوضة دي. كان فيها صوت، همس ضعيف كأنه حد بيتكلم مع نفسه. مشيت بحذر، كل خطوة كنت بحس إن الأرضية بتصرخ تحت رجلي. وصلت عند الباب وحطيت إيدي عليه. كان بارد جدا، كأن حد جوه واقف ورا الباب. بإيدي المرتعشة حطيت ودني على الباب. محمود، محمود، افتح الباب، أنا مستنيك. الهمس كان واضح والصوت كان صوت طفل. حسيت بجسمي بيتجمد، عقلي مش قادر يفهم مين الطفل ده وليه بينادي عليا. وفجأة الباب اتفتح لوحده ببطء. قفلت عيني لحظة من الرعب، وبمجرد ما فتحتها شفت حاجة خلت الدم يتجمد في عروقي. في وسط العتمة كان في شخص واقف جوه الأوضة، طفل صغير بس ملامحه مش واضحة، كأنه ظل، مجرد ظل. رفعت الكشاف بسرعة وسلطت نوره عليه. بس في اللحظة اللي النور لمس فيها الطفل اختفى فجأة. كل حاجة بقت ساكتة، لكن في اللحظة دي حسيت بأنفاس باردة عند ودني، وصوت هامس قال لي: مش كل الأبواب ينفع تتفتح محمود. صرخت بأعلى صوتي وجريت على أوضتي بسرعة. وقبل ما أقفل الباب شفت حاجة خايرة. باب الأوضة اللي كان مفتوح قفل لوحده. أنا متأكد الحاجة اللي جوه مش عايزاني أخرج. فضلت قاعد على سريري، قلبي بيدق بسرعة وعرق بارد نازل على جبهتي. عقلي كان عمال يعيد المشهد اللي شفته: الظل اللي كان جوه الأوضة، الصوت اللي قال اسمي، والباب اللي قافل لوحده. إيه اللي بيحصل؟ أنا اتجننت ولا في حاجة حقيقية جوه الأوضة دي؟ الليل ده مر ببطء. كل ثانية كنت حاسس إن في عينين مترصدة ليا، كأن في حد بيتفرج عليا من بعيد. كنت خايف حتى أرمش، كأن لو غمضت عيني حاجة هتحصل. مع أول خيط نور من الشباك حسيت بقلبي بدأ يهدى. أخير النهار جه. بس المشكلة إني عرفت إن الليل مش هيعدي عليا بهدوء تاني أبدا. تاني يوم حاولت أتصرف عادي، كأني نسيت اللي حصل، لكن الحقيقة إني كنت مرعوب. أختي ليلى كانت بتلعب في الصالة، وأمي وأبويا كانوا مشغولين في حاجات تانية. أنا الوحيد اللي كنت سامع الأصوات اللي محدش غيري سمعها. لكن الليلة دي حصلت حاجة أكبر بكتير من مجرد أصوات. حوالي الساعة 1 بالليل وأنا نايم حسيت بحاجة بتشدني. مش شد جسدي، لأ، شد غريب، كأن في حاجة بتناديني من جوايا، حاجة بتدفعني أقوم. فتحت عيني ببطء. الدنيا كانت مظلمة، بس كان في نور بسيط جاي من تحت باب أوضتي. نور خافت، لون أحمر. قلبي ساب مكانه. نور أحمر منين؟ البيت كله مفهوش أنوار باللون ده. بخطوات بطيئة وأنا مش قادر أسيطر على نفسي اتحركت ناحية الباب. فتحت الباب بحذر وخرجت للطرقة، وهناك شفت شيء عمري ما هنساه. باب الأوضة اللي كان مقفول طول الوقت كان مفتوح. بس مش بس كده، كان في حاجة قاعدة جوه، حاجة شكلها مش بشري. كان شخص، أو بالأصح مخلوق، قاعد على الأرض، ظهره ناحيتي وجسمه نحيف جدا، عظمه واضح تحت الجلد. كان بيرتعش كأنه بيتألم، وصوته كان ضعيف زي النحيب. حاولت أتحرك أرجع لورا، لكن فجأة المخلوق ده واقف، وإيديه الطويلة بطريقة غير طبيعية بدأت تتحرك ببطء. فجأة التفت بسرعة، ووقتها قلبي توقف تماما. وشه كان مشوش، مش ملامح واضحة، بس كانت عيونه سودة بالكامل. بص لي لحظة وبعدها صرخ صرخة عالية جدا، صرخة مش بشرية، صرخة كأنها طالعة من عالم تاني. الدنيا اتقلبت، كل الأنوار في البيت بدأت تطفي وتولع بسرعة. الأبواب بدأت تخبط لوحدها، وليلى بدأت تصرخ من أوضتها. جريت بأسرع ما عندي، دخلت أوضتها، لقيتها قاعدة في الركن، عيونها مليانة دموع، وكانت بتشاور على باب الدولاب وهي بتقول بصوت مرتعش: محمود، هو هو هناك. التفتت ناحية الدولاب. الباب كان مفتوح شوية، وكان في عينين سودة بتراقبنا من جوه. هنا أدركت إن الليلة دي مش هتعدي بسلام. كنت حاسس إن قلبي هيخرج من صدري، أنفاسي سريعة ورجليا تقيلة كأني مربوط في الأرض بسلاسل. ليلى كانت متكومة في الركن، وشها مليان خوف وعيونها مدمعة وهي بتشاور على الدولاب. ببطء التفتت ناحية الدولاب.
الباب كان مفتوح شوية، وشفت بوضوح عينين سودا بتلمع في الضلمة، بتراقبنا. كانت نظرتها ثابتة، مخيفة، مش مجرد عينين، دي كانت هاوية سودا، فراغ مرعب، كأنه مفيش روح وراهم. الموضوع بقى خارج عن السيطرة، دي مش مجرد أوهام ولا خيالات، في حاجة حقيقية في البيت ده. حاولت أسيطر على خوفي، قربت من الدولاب بخطوات بطيئة، قلبي بيدق بقوة في كل خطوة، وأنا بمد إيدي المرتعشة على الباب علشان أفتحه. وفي اللحظة اللي فتحت فيها الباب بالكامل كان فاضي، ولا عينين ولا مخلوق ولا حتى أثر لأي حاجة. فضلت واقف، عقلي مش مستوعب. ليلى كانت بتترعش، مسكت إيدي وقالت بصوت ضعيف: أنا شفتها محمود، أنا مش بكدب. طبطبت على كتفها، وأنا نفسي مش فاهم إيه اللي بيحصل، بس كان لازم نخرج من الأوضة. حسيت إن الجو بقى أضيق، كأن الحيطان بتقرب علينا. مسكت إيدها وطلعنا بسرعة، بس وأنا خارج حسيت بحاجة باردة تلمس ظهري، لمسة خفيفة، كأن حد واقف ورايا. التفت بسرعة، بس كان مفيش حاجة إلا الدولاب. الباب بتاعه اللي كان مفتوح بالكامل دلوقتي كان مقفول لوحده. قضيت باقي الليل وأنا قاعد في الصالة، مش قادر أرجع أوضتي ولا حتى أنام. ليلى نامت على الكنبة بعد ما فضلت تبكي لحد ما تعبت، بس أنا كنت صاحي، مستني، مترقب، لحد الساعة 3 الفجر لما سمعت الصوت تاني، الصوت اللي بقيت أعرفه كويس، صوت الهمس اللي جاي من الأوضة المقفولة. بس المرة دي كان مختلف، كان في صوت همس تاني بيرد عليه، مش كان واحد اللي جوه، دول أكتر من واحد. دلوقتي بقيت متأكد إن اللي بيحصل مش مجرد هلوسة، في كيانات عايشة في البيت ده، في الأوضة دي، وبيتكلموا عني. بس السؤال الحقيقي، هما مستنيين إيه؟ فضلت قاعد في الصالة، حاضن رجلي، مش قادر أتحرك. عينيا كانت متركزة على باب الأوضة دي، الأوضة اللي مش بتسكت، الأوضة اللي فيها حاجة أو حاجات بتهمس لبعضها. كنت سامع الهمسات لكن مش فاهم الكلام، أصوات غريبة كأنهم بيتكلموا بلغة مش مفهومة، لكن كانوا بيكرروا حاجة واحدة، حاجة قدرت أفهمها وسط كل الهمس: محمود، تعالى، افتح الباب. اتجمدت في مكاني، إحساسي بالرعب وصل لأقصى درجة. ليه بينادوا عليا؟ أنا عايز أفهم، بس في نفس الوقت عايز أهرب. الوقت كان بيمر ببطء، ولما الشمس بدأت تطلع الصوت اختفى، وكأنهم بيستخبوا من النور. قررت إني أتكلم مع أمي وأبويا، لازم أفهم، الأوضة دي ليها تاريخ، حصل فيها حاجة قبل كده. لكن لما فتحت الموضوع، رد أمي كان بارد جدا: محمود، بطل أوهام، مفيش حاجة اسمها أوضة مسكونة. بصيت لأبويا مستني أي تعليق، لكنه اكتفى بنظرة غريبة، كأنه عارف حاجة لكنه مش عايز يتكلم. قررت أبحث لوحدي، بدأت أفتش في البيت وأدور على أي حاجة تفهمني السر، لحد ما وصلت للبدروم. المكان كان مظلم، مليان تراب، وكأنه متساب بقاله سنين. فضلت أقلب في الكراكيب القديمة لحد ما لقيت حاجة شدت انتباهي: صندوق خشب قديم. مسحته بإيدي وفتحته ببطء، وكنت متوقع ألاقي حاجات عادية، لكن اللي لقيته كان صدمة. صور قديمة لعيلة مختلفة وأطفال، بس مش أي أطفال، كلهم كانوا بصورهم عاملين نفس الوضعية، واقفين جنب بعض وعينيهم سودة بالكامل. قلبي وقع في رجليا. مسكت صورة قديمة جدا، وفي ظهرها كان مكتوب بخط إيد ضعيف: الأطفال اللي في الغرفة مستنيين يرجعوا. رجعت الأوضة بسرعة وأنا حاسس برجلي بتترعش، دماغي بتلف. مين الأطفال دول؟ وإزاي ليهم علاقة بالأوضة دي؟ لكن قبل ما أوصل للطرقة، سمعت حاجة خلت الدم يتجمد في عروقي. الباب اللي كان دايما مقفول اتفتح، وفجأة صوت صرخة عالية طلع من جوه الأوضة، صرخة كأنها جاية من عالم تاني. وفي الضلمة ظهرت العيون السودة، عيون الأطفال اللي كانوا مستنيين يرجعوا. الصوت اللي طلع من الأوضة كان غير بشري، صوت عميق مرعب، كأنه طالع من بعد تاني. رجليا اتسمرت في الأرض، وقلبي كان بيدق بطريقة مش طبيعية. الباب كان مفتوح، بس الضلمة اللي جواه كانت أعمق من أي ضلمة شفتها في حياتي، وكأنها حفرة بلا قاع. وفجأة حاجة خرجت من الضلمة، مشيت خطوة ورا، بس كان الوقت متأخر، لأن الحاجة دي وقفت عند العتبة. كانت هيئة طفل، بس مش طبيعي، جسمه نحيف بطريقة غير آدمية، ووشه شاحب كأن الدم ما بيجريش فيه. بس أكتر حاجة مرعبة كانت عيونه، سودة بالكامل، مش مجرد عيون، كان كأنه حفرتين سودة بتمتص النور حواليها،
ما فيهاش أي حياة، ما فيهاش أي إنسانية. اتسمرت مكاني، حاولت أتكلم لكن الصوت خرج ضعيف. أنت أنت مين؟ الطفل رفع رأسه وابتسم، بس الابتسامة دي ما كانتش عادية، كانت غير طبيعية، ابتسامة أوسع من الطبيعي وكأن فمه بيتمدد بطريقة مش ممكنة. وبعدين اتكلم. إحنا رجعنا، إحنا رجعنا. الكلمة دي فضلت تتكرر في دماغي حتى وأنا مش قادر أفهم معناها بالكامل. الأطفال اللي في الصور اللي مكتوب إنهم مستنيين يرجعوا، هل هو كان واحد منهم؟ لكن قبل ما أفكر أكتر الطفل بدأ يتحرك، مشي خطوة ناحيتي وبعدين جري عليا بسرعة مش طبيعية. حاولت أصرخ، أتحرك، أعمل أي حاجة، لكن جسمي كان متخشب، مش قادر أتحرك حتى سنتيمتر. وفي اللحظة اللي كان هيهجم عليا فيها الباب قفل لوحده بصوت عنيف، كأن حاجة غير مرئية ضربته بكل قوتها، ورجع كل حاجة لسكون غريب مريب أكتر من الرعب اللي كنت فيه. فضلت واقف مكانه، جسمي بيترعش، مش عارف إيه اللي حصل ولا ليه الباب قفل. لكن اللي كنت متأكد منه، الأوضة دي فيها أكتر من مجرد أشباح، فيها كيان لسه مش راضي يمشي. الليلة دي ما قدرتش أنام، فضلت صاحي، عقلي شغال بأقصى سرعة بحاول أفهم. فتحت الصندوق الخشبي اللي جبته من البدروم وبدأت أدور تاني وسط الصور لحد ما لقيت ورقة قديمة جدا شبه ممزقة، كان مكتوب عليها كلام بخط مهزوز: البيت ده مش بتاعنا، الأوضة مش بتاعتنا، إحنا هنا عشان نستنى الشخص اللي هيفتح الباب تاني. أنا فتحت الباب. مع أول ضوء للنهار كنت خلاص قررت لازم أعرف الحقيقة، البيت ده كان بتاع مين قبلنا؟ والأهم، الأطفال دول إيه حكايتهم؟ الليلة اللي فاتت شفت طفل واحد، بس الورقة بتقول إحنا مش أنا، يعني في أكتر من واحد. بس السؤال اللي كان رعبني أكتر من أي حاجة، هما كلهم مستنيين، بس مستنيين إيه بالظبط؟ ما قدرتش أعيش في الرعب ده أكتر من كده. كل لحظة كنت بحس إن في عيون مترقبة، حاجات بتتحرك في الضلمة، همسات بتقرب مني. الأوضة دي كانت فخ وأنا كنت الضحية الجديدة اللي وقعت فيه. قررت إني أهرب من البيت ده، بس قبل ما أعمل كده كان لازم أفهم الحقيقة بالكامل. بدأت أبحث في تاريخ البيت، سألت الجيران الكبار في السن، قعدت أدور في سجلات الحي لحد ما وصلت الحقيقة. قلبت كياني. البيت ده كان تابع لدار أيتام قديمة، لكنها اتقفلت من سنين بسبب حادثة مرعبة. زمان كان في مجموعة أطفال بيعيشوا هنا، لكن يوم من الأيام حصل حريق غامض في جزء من الدار، وأغلب الأطفال اللي كانوا في الغرفة دي ماتوا حرقا جوه، محدش لحقهم، واللي نيجوا ماتوا بعدها بأيام بسبب الخوف والرعب. فهمت كل حاجة، الأطفال دول أرواحهم محبوسة في المكان ده. الأوضة دي كانت آخر حاجة شافوها قبل ما يموتوا، وهي المكان اللي فضلوا متعلقين بيه مستنيين حد يرجعهم للحياة، حد يفتح لهم الباب. لكن مش معنى إنهم أرواح ضايعة إنهم طيبين، لأنهم كانوا عايزين يكون واحد منهم. أنا مش هفضل هنا أكتر. قررت أتصرف، رحت عند شيخ معروف في المنطقة، حكيت له كل حاجة. قال إن الحل الوحيد هو إننا نقفل المكان ده نهائي ونعمل جلسة تحصين علشان نريح الأرواح دي ونمنعها من الرجوع. وفي نفس الليلة دخلنا الأوضة، معانا بخور ومياه مقرية عليها قرآن. الشيخ بدأ يقرأ بصوت عالي، وأنا كنت سامع الأصوات بتعلى، كأنهم بيتعذبوا، كأنهم بيحاولوا يقاوموا. وفجأة الباب قفل بعنف والشبابيك اتكسرت لوحدها. بس الشيخ كمل قراءة وأنا فضلت ماسك نفسي رغم إن الرعب كان شيلني. وفجأة حسيت إن الجو بارد جدا، وبعدها كل حاجة سكتت. الأوضة بقت فاضية تماما، ولا أصوات ولا صراخ ولا حتى إحساس بالخوف. كل حاجة انتهت. بعد الليلة دي قررت أسيب البيت تماما، والديا وافقوا بعد ما شافوا التكسير اللي حصل في الأوضة. انتقلنا لشقة جديدة، وقررت أنسى كل حاجة حصلت، أو على الأقل أحاول أنسى. لكن في يوم وأنا ماشي في الشارع سمعت حاجة جمدت الدم في عروقي: محمود، تعال افتح الباب. التفت بسرعة، بس ما كانش في حد. هل هما فعلا رحلوا ولا كانوا بس مستنيين اللحظة المناسبة للرجوع؟